لا طبعا انت اتجننت، انا استحاله اذي اختي. وبعدين ايه اللي انت استني بس، بعدين ايه؟ انا اللي اعرفه عنك غير كده خالص. هو انت مشكلتك في زينات ولا في العيل اللي هتجيبه زينات؟ مع علاقه مروان بزينات هي سبب الوش ده كله. طب خرج زينات بره الموضوع ده خالص عشان ما تصعبهاش عليا وعليك، وعقلها كده. وجود زينات في حياة مروان أحسن بكتير من وجود واحدة تانية قادرة وبتلعب بالبيضة والحجر وأنت ما تقدرش عليه. لا معلش، انا احب اسيب كل حاجه لوقتها. المهم دلوقتي ابعد زينات عن مروان. وأنا مش هعمل كده في أختي. طيب يبقى انت مش عايزه تكملي الفيلم، ونظرتي ليكي من الاول غلط. عن اذنك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت بتجيب ورا بسرعة كده؟ ما تقعد كده وترازي. وشريفه بصي، انا وقتي بخاف عليه، وكده كده اللي في دماغي هعمله. طب واللي تقول لك حل أسرع وأسهل ويخليك توصل للي أنت عايزه من غير ما نأذي زينات؟ وماله؟ اسمع. هي حباية، والحمل اللي مضايقك قوي ده يروح لحال سبيله. يعني انت ما عندكش مانع تسقطي اختك؟ ما هي طول عمرها ما بتخلفش وكانت راضية، يعني مش هيفرق معاها دلوقتي. طب افرضي سقطناها وحمل التاني؟ هو انت مش لسه قايل انت بتحب تسيب كل حاجة لوقتها؟ ساعتها حباية تانية ونخلص من الحمل، ومحدش هيشك لأنها كده كده ما بتخلفش، فوارد جدا تحمل وتسقط. ماشي، هتعملي كده ازاي بقى؟ لا طبعا بره عني، ما انا لسه قايله لك انا استحاله اذي اختي. البت الشغاله اللي عندها في الفيلا اديها قرشين وهي هتنجز. وافرضي ما وافقتش، ما تكلميها انت، مش انتوا ولاد حته واحده؟ نعمه مكانس دي ما بتطقنيش. واحسن لك عشان تعمل لك اللي انت عايزه ما تجيبش اسمي خالص في جمله مفيده. ماشي، هحاول. يا حبيبي بطل لعب وكل بقى. لا يا ماما، انا ولا عايزه اكل ولا عايزه اشرب. وانت رايحه فين يا شملوله؟ عندي مشوار بعدين رايحه الشغل. مشاويرك كترت قوي بقى يا روح امك. ها مازن بيه برضو؟ مازن. ولو عايزه تتخانقي يا نازله والنبي وفري خناقك لحد اما ارجع، اقعد انا وانت كده بالليل نتخانق على رواقه، ايه رايك؟ لا يا حبيبتي، انا بس ما بقتش قادره على خدمه تامر، كبرت وتعبت. كل سنه وانت طيبه يا نازله، انت لسه فاكره؟ ده الواد بيقول لك يا ماما وبيقول لي انا يا نعمه. وانا ما بقاش فيا حيل والواد طلباته كتير. طب ما تخرجي الواد من الموضوع وتخليكي معايا دغري كده، عشان انا فاهمه اخره الهري بتاعك ده ايه. عزوز مش كده؟ راجل مقرش هيوفر عليك الهم اللي انت فيه والحبال الدايبه اللي متعلقه لي فيها. طب تصدقي وتؤمني بالله، لو فضلتي تتكلمي عن عزوز بتاعك ده من هنا لحد ما اموت برضه مش هعمل لك اللي في دماغك، ايه رايك بقى؟ طب بقول لك ايه، ما تتجوزي انت يا ناصله. لا يا اختي، عندي عيل بربيه باتفاق. انسي بقى موضوع الفيلم ده خالص يا شريفه، مروان مش هيموله. معلش يا اختي. ليه كده؟ ده انا قلت انك اتحايلتي عليها. زينات، انا كل احلامي بقت على شريط مش عارفه اكمله. والله اتحايلت عليه كتير جدا وضغطت عليه، بس معرفش ليه مش موافق. وانا اللي قلت عشان بيحبك هيعمل اي حاجه عشان يرضيكي. ده اللي يشوف فرحته بالحمل يقول كده لو طلبتي حته من السما هينط كده ويمد ايده ويجيبها لك. وهو بصراحه يعمل كده فعلا، بس معرفش ليه جت على الفيلم ده بالذات ومش موافق. اوعي تكوني انت اللي قسيتي قلبه عليا، لا تكوني لسه شايله في قلبك مني في اي حاجه، لا تكوني لسه مصدقه ان انا السبب في طلاقك من صلاح، دي تبقى مصيبه. صلاح ايه يا شريفه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعلم ربنا ما في اي حاجه في قلبي من ناحيتك غير كل خير. طب بصي، انا هضغط عليه تاني، بس انا ما وعدكيش. يا مازن بيه، مازن بيه، صباح الخير. صباح النور يا عز، مالك فرحان؟ عندي ليك اخبار عظيمه. احنا وصلنا العربيه بتاعتك. ده ايه الاخبار الحلوه دي؟ فرحتني. لقيتوها سليمه؟ في الحقيقه احنا لسه ما شفناهاش يعني، بس غالبا العيال اللي خدوها ما لحقوش يعملوا فيها حاجه. مسكتوهم؟ ساعتين وهوصل لهم. هيروحوا فين يعني؟ استغربك جدا يا عز، انا كنت نسيت الموضوع ده. انت ازاي فاكر؟ لا ازاي؟ اي حاجه تخصك انا ما اقدرش انساها. وبعدين انا مش هيهدى لي بال غير لما الاقي العيال دي. ربنا يطمنك يا عز، بس مش عايزين الموضوع ده ياخدك من مهمتك الاساسيه.
مش عايزين نزعل مروان. لا ازاي؟ متقلقش خالص، انا مركز كويس جدا. بعد اذنك. اتفضل. تعالي يا نعمة. بألف هنا. زينات، استني يا زينات، ما تشربيش. اوعي كده، العصير ده انا شايفه البت دي بتحط لك فيه حاجه. تعالي. في ايه؟ وريني ايه في الجو. وريني، ما تستهبليش. اوعي اوعي بقول لك. اوعي اوعي. اهو الشريط اهو. يا نهار اسود، انت عايزة تسقطيني يا نعمة؟ طالما وصلوا العربيه يبقى خلاص هيجيبوا سماح. اهدى يا مازن، خلينا نعرف نفكر. لا 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 لا، اهدى انت وفكر براحتك. اتصل بسماحه دلوقتي، خليه يختفي خالص. حاضر. تصبر. تليفونه مقفول، واضح انه طلع من بتوعه. طب معلش كلمه تاني. يا ابني بيفضل كده يوم ولا اتنين لحد ما يخلص. خلاص يبقى نروح له. نروح له فين؟ هو في حد فينا اصلا يعرف عنوانه فين؟ هنعمل ايه؟ يعني هنسكت كده ونستنى لحد ما يمسكوه؟ هما مش لاقوا العربيه وانت هتستلمها شويه والموضوع هينام. طالما انت صاحب البلاغ يبقى كله في التمام. يا كرم عزت مش هيسكت. هو ماله؟ معرفش، بس الثقه اللي عنده بتقول ان هو خلاص وصل لسماح، والموضوع مساله وقت مش اكتر. سيبك منه، خلينا نركز في سماحة نفسه. اللي يوصل له الأول يبلغ التاني. مفيش قدامنا غير كده. اللي انت عملتيه ده اسمه شروع في قتل، تاخدي فيه بالميت 10 سنين. حضرتك انا والله ما عملت حاجة، ما عملتش حاجة. مين له دعوه يا بنت؟ ما تقطعي. باينه زي الشمس يا مروان بيه، حقد وغيرة شغاله من ستها عشان عايشه احسن منها. لو المصحف مدام زينات اختي، هي عارفه انا بحبها قد ايه، ده احنا متربيين مع بعض. يا حنينه، واللي بيحب حد بيسقطه. احنا نبلغ البوليس. استنوا بس يا جماعه، استنوا، خلونا نفهم ايه الحكايه الاول. حضرتك والله العظيم ورحمة ابويا انا ما كنت اعرف البرشام ده بتاع ايه، انا ما اعرفش ده بتاع ايه. امال كنت بتحطه لها على اساس انه ايه؟ سكر دايت؟ وحياة ابوكي يا شريفه تسكتي انت دلوقتي، انا مش ناقصاكي. شوفي البنت ليها كمان عين تتباجح وتتباكس. بقول لك انا فهماكي كويس، احنا مش مختومين. خليكي معايا انا يا نعمه، انا عايز اساعدك. انا هصدق انك فعلا ما تعرفيش حاجه عن الدواء ده. مين بقى اللي يعرف وقال لك تعملي كده؟ يا عزت بيه، حضرتك بتضيع وقت، انا اللي عارفاها كويس. ده كله كهن وشغل نسوان مكانس، هي اللي مخططه لكل ده. هو في حد يعرف ان زينات حامل غيرنا؟ واضح اننا بنضيع وقت فعلا. بلغ البوليس يا عزت. انا بلغت البوليس فعلا. انا بس كنت حابب اساعدها، بس واضح ان هي مش عايزه تساعد نفسها. خليها تقابل بقى.